السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد. اليوم جبت لكم واحد الشرموله كتجي بنينه بزاف بمكونات اقتصاديه وبطريقه سهله، كتقدروا ترافقوها مع اي طبق بغيتو. وبلا ما نزيد نطول عليكم، ندوزو المكونات وطريقه التحضير. كيف ما العاده فرجة ممتعة. بسم الله، نبداو على بركة الله. بالنسبة للكمية ديروا القياس اللي بغيتو. هنا درت واحد 3 الفلفلات، واحدة حمراء وجوج خضرين على حسب المتوفر، وجوج دنجالات ما كبارينش، يعني صغارين شوية، وواحدة 3 ريوسات ديال الثومه، وشوية ديال لي طوماط سوغيس. عندكم مطيشه كبيره ديروا واحد 2 مطيشات. عندهنو الخضره كامله بالزيت ونخشيوها للفران. تشعله قبل، خاص يكون الفران سخون. صافي ندخلوا الخضره ديالنا تشوي لينا في الفران. صافي من بعد ما كتشوى كنخرجوها من الفران ونخليوها تبرد واحد شويه، عاد كنحيدوا لها القشور ديالها. صافي من بعد كنقطعها بالشكل رقيق. من بعد كناخذ واحد المقله كندير فيها الخضر ديالي. بالنسبه للعطريه كنضيف معلقه صغيره ديال التحميره، راس معلقه صغيره ديال البزار اولا الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال القزبور، نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، شويه الملح، معلقه كبيره ديال الربيع اللي مخلطه ما بين المعدنوس والقزبور، والقليل من زيت الزيتون اولا زيت المائده اللي بغيتو. ونحرك الشرموله ديالي مزيان ونحطها فوق النار متوسطه، ومره نحركو. هانتوما كيف ما كتشوفوا الشرموله ديالنا راه بدات كطيب، غير مره نحركو، ما نغفلوش عليها. قبل ما نطفي عليها النار ندير لها واحد خيط رقيق ديال زيت الزيتون عاد باش نطفي عليها. وهاي الشرموله ديالي من بعد ما طابت كان غادي نقدمها في طبق التقديم. راه كتجي رائعه، وهي كطيب راه كتطلق واحد الريحه زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها حيت كتجي روعه، بنينه بزاف. انا متاكده الا درتوها غادي توليو مدمنين عليها. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك، ولا اول مره دخل القناه وعجبوا المحتوى يشارك معايا بتفعيل الجرس باش يوصلوا ديما الجديد ديالي. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.